إذا قال في الشرح وهذا بعد التعليق هذا مالت اعتقاد منو اعتقادك؟ زين هو ابو باكر لا تتكلم. ابو عائشه عندما علق ابن جبرين علق هذا صدق ام كذب عندما قال ان معاويه اقر السب؟ كذب ولا صدق؟ يلا. ابن جبرين اجتهد فاخطا. اذا كان اصلا ما يقر بهذا، هو يشرح قال الرجل مثل سيدنا خالد اجتهد فزنى وله اجره. هو لا يعتقد بهذا الكلام. طيب شيخنا ابو عائشه، طيب روايه سنن ابن ماجه لما يقول فدخل عليه سعدا فذكروا عليا فنال منه، من الذي نال منه؟ سعد لو معاويه؟ يقول لك ضعيفه. قلت لك هذه الروايه ضعيفه. لا شنو ما هو الضعف؟ شنو الضعف اللي فيها؟ يلا سندا ومتنا. يا لحظه متنا ما تستطيع تضعيفه ليه نفس روايه مسلم، لكن سندا شنو السند الضعيف اللي بيها والله؟ يلا يا شاطر. لا ركز، اكتب عندك عندك ابو معاويه روايته عن الاعمش مضطربه، عن غير الاعمش مضطربه. شنو اسمه ابو معاويه؟ شنو اسمه؟ ابو معاويه الضرير. ايش بيه ابو معاويه الضرير؟ في غير حديث الاعمش مضطرب، لا يحفظ حفظا جيدا. جيد قابلين اخواني اخونا ماشي ابو معاويه الضرير في غير الاعمش ما عنده حفظ. من اللي قال هذا؟ قال الحافظ ابن رجب. اذكر لنا كلام ابن رجب. يلا اعطينا كلام ابن رجب الان. يلا. ومنهم ابو معاويه الضرير محمد. لحظه. اذكر المصدر اولا وبعد ذلك تكلم. يقول البيهقي سيدنا، يقول البيهقي بالعلل. اسمع ابو عائشه يقول البيهقي ابو معاويه يتكلم عن حجه قد اجمع الحفاظ على قبول ما ينفرد به حتى اذا انفرد حجه. ويقول ابو حاتم اثبت الناس في الاعمش الثوري ثم ابو معاويه الضرير. ويقول ابو حاتم كان حافظا متقنا. يقول أبو داود السجستاني كان مرجئا. يقول ابن حبان كان حافظا متقنا ولكنه كان مرجئا خبيثا. ويقول أبو داود، طبعا هذا ما يضر على القاعدة المعروفة عندهم وهي أنه لا يضر هذا الاعتقاد. يقول أبو زرعة يرى الإرجاء يدعو إليه. ويقول أبو عبد، هو هذا أخونا، هو هذا أحفظ أصحاب الأعمش، هو هذا ولا لا؟ قلنا لك صحيح، لكن روايته عن غير الأعمش، هم يقولون عن غير الأعمش مضطرب. يعني الآن إذا جاءتنا لحظة خلينا نقرر المسألة يا أبو عائشة. خلينا نقرر المسألة إخواني. الآن أبو عائشة يقول إذا جاءتنا رواية أبو معاوية عن غير الأعمش نضرب بها عرض الجدار وتعتبر رواية ساقطة ليست بحجة. صح؟ يعني لا ليست بحجة، ضعيفة. صح؟ مضطربة يعني ضعيفة، يعني ما تقبل. صح؟ صحيح. أحسن، تتفضل. يلا اضرب لي البخاري يلا على السريع. هذا صحيح البخاري. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة. هذا أمامك على الشاشة الآن. اضرب البخاري شلاق من هذا الزين، لأنه روى رواية أبو معاوية عن هشام وليس عن الأعمش، وأنت قلت روايته عن غير الأعمش مضطربة. اضرب البخاري، طير البخاري. يلا والعباس في البخاري. اضرب ابو عائشه. لا اسكت الله صوتك يا ابو عائشه. اضرب البخاري ولا تخف. اضرب ولا تخف. اضرب. والعباس ما تطلع منها اليوم هذه. يلا الا تشرب. اضرب البخاري يا ابو عائشه. اضرب يا اخوان. طيب دقيقه ارد عليك. يلا رد. هاي انا مخليك اياها على الشاشه. يلا. عليكم السلام. اكتم المايك الله يخليك. طيب يلا يا ابو عاشر اعطيني الروايه.
هاي الرواية حدثنا محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقول إن الله لا يستحي من الحق، باب الحياء في العلم، صحيح البخاري. يلا اضرب البخاري، اضرب. لا البخاري ما للاسف. شوف انا ارد عليكم الان، بس تعطوني وقتي، لا حد يقطعني. لا تضرب البخاري بعدين رد. لا البخاري ما ينضرب، البخاري ما ينضرب. اي دقيقه انا اعطيك الان. اضرب خليها سيدنا على الشاشه، خليها. ماشي حج. وبعد 1 و2 و3 و5 و10. والله اليوم اخليك تصنف البخاري. زين اليوم تصنف البخاري 10 روايات في البخاري اليوم. تفضل. شوف البخاري ما ينضرب عندنا، البخاري علامة فارقة في كتب الحديث. أبو عاشر أرجوك بلا تسويف في الكلمات ولا مماطلة. الآن هذه الرواية، الآن أنت أقررت أمام الجميع رواية أبو معاوية عن غير الأعمش مضطربة ضعيفة لا تقبل. الآن تسحب كلامك، لو تضرب البخاري عندك خيارين، أما أن تضرب البخاري الآن نطلع لك 10 روايات أمام الجميع، رواية أبو معاوية عن غير الأعمش في البخاري ومسلم. إذا أنطيتك أقل من 10 روايات كذبني، بعد شو تريد؟ تضرب البخاري لو تسحب كلامك تقول أنا تكلمت فيما ليس لي به علم. ها طيب أنت أعطيتني الرواية، دعني أتكلم أنا. اتكلم بس لا تماطل، إما أن تضرب البخاري وإما أن تسحب كلامك. اتكلم كلام علمي. يلا تفضل، هذا السند أمامك على الشاشة. طيب الحديث طبعا مروي بلفظ أبي معاوية عن هشام، صحيح؟ اي لا، أبو معاوية حدثنا هشام. عن هشام، أبو معاوية عن هشام. اي طيب هذه اللفظة جت بلفظ حدثنا أو أخبرنا؟ قال أخبرنا أبو معاوية، قال حدثنا هشام. طيب نقول أن هذا مضى في ترجمة سعيد. تعرف أنت سعيد أنه كان يرى الخطأ في كتابه ويصر عليه. كيف أن أبا معاوية، دقيقة خلني أكمل. من الذي يرى الخطأ في كتابه؟ من الذي يرى؟ البخاري يرى الخطأ في كتابه؟ سعيد مين؟ سعيد مين؟ سعيد بن منصور. وش دخلنا بسعيد؟ دخلنا سعيد بن منصور، احنا ما تكلمنا عن سنن سعيد بن منصور. يعني تكمل، انا اتكلم في البخاري تقول لي سنن سعيد بن منصور. سيد السواد بيقام يعلس يا معود. سيد بس اصبر خلي شوي بالعريقه. ابو عائشه الان ما بيها مجال والله. انت الان يعني مثل البلبل في الجامع، ما بيها مجال. المشكلة تتكلم ولا تعطيني أرد عليك. يا أخي تكلم، تفضل تكلم. طيب البخاري رحمه الله تعالى خرج له في أصول. أحسنت. قال الحافظ ابن حجر محمد ابن خازم أبو معاوية الضرير، قال ابن خراش وزاد في حديثي عن غير الأعمش اضطراب. قلت لم يحتج به البخاري إلا في الأعمش، وله عنده عن هشام بن عروة عدة أحاديث توبي عليها، وله عنده عن بريد بن أبي بردة حديث واحد تابعه عليه أبو أسامة عند الترمذي. يعني البخاري رحمة الله عليه مثال على ذلك لأسانيد وطرق نفس هذا الحديث عند الإمام البخاري في صحيحه أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس. هذا ضعيف. أبو عاشر هذا مثل ضعف ذاك في أبو معاوية. هذا مال البخاري ضعيف ولا صحيح؟ البخاري أي البخاري إذا روى لشخص يروي له عن طريق التوابع، عن طريق الشواهد. هذا الآن أبو معاوية موجود هنا ضعيف، في البخاري ضعيف ولا قوي ولا سمين ولا إيش؟ لم يحتج به البخاري إلا في الأعمش. افهموا البخاري هذا ما موجود أمامك. تفضل، هذا سند آخر. هذا سند آخر. لا
اسمع البخاري روى لا اسمع لحظة يا سيد، قاطعته وخربت الشغل كله. لحظة يا أبو عاشة، لحظة أبو عاشة أنت قلت لم يحتج إلى الأعمش، هذا اللي حديث اللي جابه سيد ميثم ما في عن الأعمش. وأنا قلت لك أبو معاوية عن غير البخاري. اسمعوا مني أنتم لماذا؟ لا الآن يا أخي الكريم أنت قلت عن غير الأعمش حديثه ضعيف، الآن حدثنا أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة غير الأعمش الآن. طيب وأنا ماذا قلت لك؟ قلت لك توبع فيها. لحظة سيد، إذن هذا الحديث ضعيف في البخاري ويتقوى بالمتابعات، صح؟ البخاري رحمة الله عليه لما ذكر رواية أبي معاوية التي وافق فيها غيره من الثقات، وهذا معنى قول الحافظ ابن حجر. يعني الآن هذا الحديث ضعيف وتقوى بالشواهد في البخاري. الحديث الذي في البخاري صحيح حتى لو كان يروي حتى عمن يعني فيه تشيع. يعني أنت معناه عندك حسيكة، لأن رجل لما يروي عن أن معاوية كان يسب علي بن أبي طالب ضعيف، ونفس الرجل يروي بالبخاري قوي. هنا قوي إذا من صوبنا غفور رحيم، إذا من صوبكم شديد العقاب. ما يصير هذا. تعرف أن البخاري يا معود فكنا الله يرضى عليك. حجي ممكن 30 ثانية. تفضل 30 أبو باق.